أيها الرئيس، ولاك الله شعبا بأكمله فتفرق وتمزق وتقطع وتشتت وتفرق. كنت القشة التي قيل لنا لا بد أن نتمسك بها، فغرقت هذه القشة وغرق كل من تمسك بها. قيل لنا أنك صمام أمان فصمت الآذان وضاع الأمان في عهدك. نفذ في حكمك أسوأ مخطط عرفته اليمن. إن كنت راضيا عما دار ويدور فبئس الرئيس أنت، وإن كنت مجبرا مكرها فما الذي جعلك تصمت؟ انتخبك 6 مليون كأول رئيس يمني يحصل على هذا الرقم في تاريخ اليمن، ثم لم تزل تقصر في مهامك حتى تفرق عنك الجميع. وليت في المناصب كل خائن مرتزق. منذ أن سقطت دماج هاج الباطل وماج. خرب العمران منذ أن تركت عمران، وفرطت في صنعاء يوم تركتها ينهبونها الرعاء. ما شهدت اليمن مرحلة أضعف في تاريخها من هذه المرحلة التي نحن فيها. كيف لأقيال اليمن أن يخضعوا لرعاة الإبل؟ يا فخامة الرئيس، لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيك إن لم تسمعها. لا نصر لأصحاب الفنادق، لا نصر لأصحاب الفنادق، لا نصر لأصحاب الفنادق. الغلبة لمن هم في الخنادق. لقد تسلمت وطنا بأكمله فصار اليوم دويلات 3. لقد تسلمت جيشا مسلحا موحدا فأصبح جيوشا وعصابات. فإما أن تعتدل، وإما أن تعتزل، وإما أن تخرج على الملأ فتوضح ما الذي دار وما الذي يدور وما هو المخطط الذي تغرق فيه اليمن. ولا عذر لك عند الله تعالى. ماذا سنقول للأجيال؟ ماذا سنقول للتاريخ؟ ماذا سنقول لأولادنا؟